جدا. طيب بس يمكن محمد فتح موضوع ماني ومفاوضات الاتحاد مع ماني، وهي الكل يعلمها مفاوضات الاتحاد مع ماني والعمري في انتقالهم في إعارة طبعا. الاتفاق اللي إلى الآن الاتفاق اتكلم الشافعي إعارة لسنة وقابلة تكون سنة بسنة كإعارات وليست انتقال كامل، مع تكفل الاتحاد براتب كامل العمري وجزء من راتب ماني. ايش اللي صاير؟ آخر من يعلم كان ماني ما كان يمكن آخر والله يا أبو الوليد حمد أقول لك آخر من يعلم كان في المفاوضات لما خلصوا قالوا ترى ممكن تروح الاتحاد، قال لهم لا ماني رايح. تفضل يا حمد. هو اعتقد صحيح، يعني اعتقد انه هو ماني رافض انه يغادر النصر، لكن ما اعرف الجهه المسؤوله انه يعني تبغى تسوق نادي الاتحاد. لكن بالنسبه لماني الكلام يا حمد، الكلام انه لم يبلغ اللاعب الا لما خلصوا. يقول لك الاتفاقات الشفهيه بين الناديين راحوا للاعب قالوا ترى بتروح الاتحاد، قال اللاعب لا انا ما حروح. طيب الى الان ترى الكلام الى الان ممكن بعد ساعه بعد ساعتين بكره يقول لك تلقاه في الاتحاد، لا تستغرب، لكن المعلومه الى الان قال لك ماني انا ما راح اطلع. ابو الوليد المشكله ايش هي؟ اهم ما في المنظومه هذه كلها لما انت تتناقش ادارتين، اهم شيء اللاعب، ولاعب كبير يعني زي ماني اعتقد يكون اخر من يعلم. اعتقد اي لاعب حتى لو لاعب صغير سوف يرفض يعني على مباشره. يحسب على من التصرف، يحسب على من التصرف هذا؟ لا على اداره النصر في المقام الاول، قويدو يعني بالاصح، لانه ايوه قويدو تحديدا، لانه اللاعب عندك ولاعبك المفروض تحت اي تصرف انت تكون تحاورت مع اللاعب وجلست مع اللاعب وتوصلتوا لاتفاق. انا اتفق معك حمد بكثير، يعني خاصه ان كره القدم تبنى على اللاعب في الاول والاخير، هي تبنى على اللاعب. المعلومه صحيحه يا احمد، ها؟ اي ان اللاعب اخر من يعلم. اخر من يعلم، هذا معناته المفاوض اللي في النصر للاسف ما كان يعلم ان قيمه مهما كان قيمه اللاعب. الكلام على قويدو كانت هذا التعامل غير، انا اشوفه غير احترافي، غير احترافي ان اللاعب انت تملك عقد. احمد يعني اليوم انت تتكلم عن قيمه لاعب مثل ماني. اليوم دائما الاعارات اللي تروح سنه وترجع، يعني نكون صريحين مع بعض على لاعبين ما محصلين الفرصه او مش اساسي في الفريق اصلا. صحيح. ولكن قيمه لاعب اساسي انك تلعب. علي لو رفض اليوم اللاعب، لو بعد هذا المجهود اللي يمكن بذله قويدي وعرضه واقنع الاتحاد في انتقاله، بعد هذا المجهود رفض اللاعب، ايش استفدت؟ ايش استفدت؟ هو وقفت، ترى اللاعب رافض، ترى وقفت بسبب ان اللاعب رافض. لانك انت ما اعطيت اللاعب قيمته الاحترافيه، يعني من الامانه، يعني معناه انت كان المفروض يكون في تعامل احترافي. وانا اعتقد ان النصر راح يخسر ماني بهذه الطريقه. علي يعني انا تقدمه بهذه الطريقه.